أهلا بيكم مشاهدي راديو حكاية. حلقة جديدة من برنامجنا قالوا وقلنا. هنجيب أمثال النهاردة عن موضوع يفتح النفس، عن الأكل. هنشوف النهاردة أمثال جديدة شعبية عن الأكل. مثلا بيقولوا إن جاعوا زنوا وإن شبعوا غنوا. اطعم الفم تستحي العين، الجعان يحلم بسوق العيش، تبقى في بقك وتقسم لغيرك. أمثال كتير، اللي يعرف أمثال يقول لنا، اكتبوا لنا. في أمثال جميلة قوي عن الأكل من كل بلاد العالم. اخترت لكم منهم أمثال من الإيطاليا، لأن الإيطاليين بيعشقوا الأكل زينا. الإيطاليين بيقولوا الجوع كافر، احنا برضو عندنا مثل زي ده. وبيقولوا كمان لا يوجد صديق أفضل من طبق الطعام الجيد. بيبالغوا قوي الناس دول. بس احنا عندنا مثل عربي قديم بيقول الذي يأكل بعد الشبع كمان يحفر قبره بأسنانه. صعب قوي. احنا كده خلصنا أمثالنا عن الطعام، وهستنى تكتبوا لي في التعليقات الأمثال اللي تعرفوها في الموضوع ده. الحلقة اللي فاتت كان موضوع أمثال اللي انتوا قدمتوها. عايزة أشكر أستاذة سلوى زيان على المثل اللي قالته عن الأولاد: قلبي على ولدي انفطر وقلب ولدي علي حجر. وعايزة أشكر أستاذة سامية شهاب، كتبت أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض. شكرا لهم. أشكركم وألقاكم على خير.